السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله فيديو جديد، كنتمنى ينال اعجابكم. دائما ما تنسونيش من لايك بارطاج والاشتراك فضلا وليس امرا. اليوم جيت نشارك معكم رمضان هذا، نشاركو دائما شي هوايات اللي كنجربوهم اللي كيكونوا ناجحين 100%. هنايا مليويات. صراحة هذا الفيديو ماشي بزاف، ولكن قلت علاش لا ما نعاودش نعجن ونوريكم الطريقة باش وجدت هاد المليويات وجاوني هكا مفشفشين وناجحين. الصراحه تيجيو رائعين. الصراحه انا في زعما العائله ديالي كيبغيوه شويه مقرمش، ما تيبغيوش هكا رطب. هذا كنت درت نفس الطريقه، غير هذا كان درت فيه شويه الخميره ديال الخبز، شويه يعني واحد، الا قلت الحبيبات 10 د الحبيبات، يعني حيت كاينه الخميره الحبيبات وكاينه المعجنه، يعني واحد القبيصه في راس الصبع باش جاو هكا. ولكن هما تيبغيوه مقرمش. غادي نصور معكم الفيديو اللي كيجي مقرمش وكيجي تقريبا محلول، يعني بحال قلتي ما بين رطب ما بين هذا. اما هذا كيجي رطيطب ويعني بحال قلنا بحال مورق. غير انا قلت لكم علاش كنعاود نصور معكم الطريقه اللي كيبغيوها ليا الدار. هنايا عندنا معلقه صغيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الملح، راس المعلقه ديال خمارات الحلويات، الخميره الكيميائيه، 250 غرام ديال الطحين. هاد الطحين اللي دايره انايا الابيض، دايره داك الحرش. هنايا عندي نقيطه ديال الخل مع الماء اللي غادي نعجنو به. الماء ماشي دافي ماشي بارد، لان الحراره غير معتدله، لان الجو بارد وخصنا نحاولوا ما امكن هاد العجين يطلق معنا. هنا درنا الخليط الملحه والسكر وقبيصه ديال الخميره الكيميائيه، خماره. هنايا عندي 250 غرام ديال الطحين الابيض مسمد ماشي رطب. هنا عندي 500 غرام، اقل من 500 غرام شويه ديال فينو اللي هو سبيسيال، واخداه الصراحه من الطاحونه. هنا لقيت واحد الطاحونه جد ممتازه كناخذ منها الطحين. صراحه الطحين ديال الطاحونه كيصدق في الملاوي، في الخبز، في المخامر، كيصدق رائع. هنايا غادي ندير واحد نقيطه، ماشي يعني راس المعلقه صغيره ديال الخل فقط، ماشي نص معلقه، ماشي يعني غير واحد نقيطه. هنا غادي نعجنوا العجين ديالنا. هنا يكون ما كانت قاصحه مزيان، الا كانت قاصحه عجناها قاصحه نبيتوها في الثلاجه، غدا نخدموا بها كيجيو الرغيف ولا الملاوي رائعين. هنا انا غنحاول نعجنها متوسطه، ما هي قاصحه ما هي رطبه، يعني متوسطه، حيت غادي نخليها ترتاح ساعتين. مادام انا ندخل الكوزينه نوجد الحريره العجيبه اللي مصوره معكم في الفيديو، غنقضي بزاف د الامور في المطبخ. هنا غادي نعجنها على اساس انني غادي نخليها ترتاح ساعتين. هاد العجين كل ما خليناه كيرتاح كل ما الملوي او الرغيف ديالنا كيجيو مورقين، وكذلك تيجيو هشاش، ويعني يعني تيجيو حتى في الطياب ديالهم كيتفرقوا في الطياب، يعني كتلقاي داك المسمن كتورق. هنايا الشيره ما قاصحه ما رطبه، يعني خفيفه متوسطه. هنا غادي نديرها في الآلة العجن، لانني قلت لكم راه غادي ندخل الكوزينه. اما انا راه ما عنديش الصراحه القصريه، كنستعن غير بهذاك البانيويات اللي خاصين بهادشي د العجين. كنبقى ندلك هذاك اللي شفتو في اول فيديو، كنت عجنتهم غير في واحد البانيو، يعني خفه نزربان دغيا غطيتهم خليتهم يرتاحوا واحد 3 سوايع وبديت كنخدم وطيبتهم. هنايا طريقه يعني غادي نخليهم يرتاحوا ساعتين فقط، على حساب قرب الاذان ديال المغرب ديال الافطار. هنا صافي وريتكم كيفاش غادي نغلفهم بهذاك الغلاف الغذائي، البلاستيك الغذائي. غادي نخليهم يرتاحوا ساعتين. من غادي يرتاحوا ساعتين غادي نوجدوا ديك الطابله ديالنا. انا الصراحه فرشت عليها هاد البلاستيك هذا اللي معروف، يعني عندنا هذاك البلاستيك اللي كيكون فوق الطبله باش جو طابل يعني كنرميوه. الصراحه كنستعن به في هذا الشيء باش كيجيني داك سهل، يعني ما كاينش اللي غادي يعاونك. بهذه الطريقه انت كتسرعي
في العمل ديالك، يعني ما كتبقايش تمسحي بالشيفون، خصك تصبنيه، خصك هذا تقيسي يدك بالماء هذاك دغيا دغيا صافي كتسالي كترميه. هنايا وجدت لي العجين ديالي تقريبا ما خليتهاش ساعتين بالضبط، يعني اقل من ساعتين، نظرا لان الجو بارد ما كيعاونش العجين نهائيا انها تعطيك الطوع. انت راه كتقيسي العجين كتلقايها بارده حيت الجو بارد، فصل الربيع قريب يدخل، ولكن اللهم صيبا نافعه الشتا حاليا كاينه. صافي هنايا غادي نقطع العجين ديالي على ربع. غادي نوريكم الطريقه اللي كنسرع بها العمليه ديال انني نوجد الملاوي دغيا. اما الطريقه المعروفه اننا كناخذوا قريصات متوسطين او لا صغار على حساب الرغبه ديال انك كيفاش تحطيهم في الطويبله ديالك، يا صغار يا كبار يا متوسطين. انا هنا درت كبارين بحال ندير الخبز، ولكن الطريقه باش غادي نطلقهم وباش غادي نلويهم تتجيني عمليه وسهله وسريعه، ما كنبقاش بوحده. صافي هنايا غادي نكون وجدت القريصات ديالي، غادي نغطيهم، غادي ندير الصراحه الزيت وندير وحده على وحده باش تعطيني اتساع في البلاصه اللي غادي نخدم. صافي هنايا غادي نخلي البلاصه فين نخدم، غادي نطلق داك العجين. هنايا راه خليتهم يرتاحوا بالحق. المره الثانيه خليتهم واحد ربع ساعه تقريبا، حيت من تنقرصهم كيتجمعوا. هنايا صافي طلقوا. هنايا درت واحد شويه ديال قولي واحد نص كاس اولا كاس ديال فينو مع واحد المعلقه كبيره ديال النشا. كاين اللي كيدير الخماره، انا درت غير نشا. ممكن ديروا تزيدوا حتى الخماره حتى هي كتعطيهم واحد القوام، واحد التوريقه زوينه. كل مره اش كندير، هاد المره درت غير المايزينا اللي هي نشا. غادي نزيدوا هنايا واحد المقدار ديال الزيت، حيت هذا هو اللي غادي نديروا به التوريق، هو اللي غنورقوا به داك الملاوي ديالنا. هنا تقريبا واحد الكاس ديال الزبده ديال الاكل ذوبتها. بقى لي هنا داك الحليب اللي كيبقى اخر حاجه، صافي حيدته. هنا غادي نوجد الخليط ديالي، غادي نحطو جانبا باش غادي نبدا انني نطلق العجين وندهن به هذا الخليط ونلويه. غادي يجيني مستطيل، غادي نقسموه على 4، غادي يخرجوا لي 4 الملاوي. كتبقى عمليه سهله في الوقت، وكذلك حتى في ما تبقيش جالسه نتيا بوحده. هذيك العمليه سريعه وكتخليك انك دائما تفكري انك تبقاي ديري الملاوي، يعني بلا ما تبقاي تشريهم، كتجيك العمليه سهله. هنايا صافي غادي نوجدو بوحده. هنا شتي كيتطاوعت معايا العجين، لان كل ما غطيناها واخا غير 10 دقائق ولا 5 دقائق دغيا كتطلق. هنايا غادي نطلقوا، غير وريتكم هنايا دايره لا زعما الزيت هذوك باش ما يتلصقوش. صافي وغادي نبدا على بركه الله. نطلقوا اول وحده، ندهنوا الزيت ضروري باش ما تلصقش لينا، حيت الزيت في هذه العمليه ديال الملاوي راه ضروريه. كل ما تورقات الزيت هو اللي كيعاوننا في التورق، كل ما تورقات كل ما مزيان. انا تبارك الله عارفه المراه المغربيه حاذقه ما شاء الله، كتخرج من يديداتها العجب. ولكن حنا دائما تنقولها لكم في هذا الفيديو ديالي بانني كنشارك معكم وصفاتي اللي كتصدق ليا، واللي الصراحه اللي كتحمر ليا الوجه. وكنسول مثلا وجدت الحاجه كنبقى نسول مالي هكا في الدار واش عجباتكم، شنو اللي فيها ناقص، شنو اللي فيها زايد. مثلا قالوا لي رائعه ولا هذا، صرت نعرف هذاك هو هذاك الوصفه هي هذيك. كيقول لي مثلا لا راه ناقصه ولا هذا، اما كنزيد اما كنقص شي حاجه. هنا صافي راه طلقت العجينه ورقه وحده. صافي هنايا غادي نبقاو ندهنوا بهذاك الخليط اللي حضرنا بالزيت والزبده والنشا وسبيسيال. ممكن نديرو حتى الخماره، غير انا الصراحه كل مره شنو كندير دابا، كل مره شنو كنجرب. هذه المره غادي نجرب معكم غير نشا بوحديتو، تشوفوا كذلك كيفاش غادي تجي
باش نقصنا اننا نقصوا الخميره الكيميائيه افضل. اما هي الصراحه كتعطي واحد القوام وكتعطي واحد الهشاشه لهاد الفطائر ديالنا الملاوي او البطبوط او يعني اي حاجه. هنا صافي غادي نحاولوا نديروا ديك الطيات يكونوا شويه كبارين، ما يكونوش يعني طيات صغار. غادي تشوفوا معايا رغم انني كما قلت تنقول دائما في الفيديوهات ديالي بان راه يدي تقريبا بوحديتي انا فاش كنصور وكان دابا كنطلق وكنصور وكندير بوز مثلا، فهمتوا؟ يعني قبلوا ليا على هذا التصوير. وعلى كذلك انا اهم حاجه كنشارك معكم الوصفه ديالي الناجحه 100%. اما الى مثلا ما كنتش كندير فيديو لهذا هذيك الطيه ما كانش غادي تكون ليا عوجه. سبحان الله مع عينيا في الكاميرا كنطلع عليها واش تيبان كيفاش هذاك الشيء واش هو هذاك، وعينيا عاوتاني تنرد البال لهنايا في البلا فين كنخدم. يعني ما كنكونش داكشي يعني بحال اللي كنكونوا كنخدموا عادي في الدار. يعني ملي كتكوني كتخدمي عادي تكون يدك خفيفه، يعني كتزربي دغيا كتقادي الامور ديالك دغيا. اما بالكاميرا راه كتبقاي يعني مرات ديري بوز، مرات تردي البال واش كيبان التصوير واش كتصوري ولا ما كتصورش. بعد المرات شحال من لقطه كنلقى راسي ما صورتهاش، تكون زوينه ورائعه وفي الاخير تلقاها ما مصوراش. صافي هنايا غادي نكملوا بهذه الطريقه ديال الدهن. انا ندهنوا بهذاك بالسميد كما سبيسيال، وكذلك بهذاك الزبده والزيت والنشا. قلت لك حتى لو بغيتو ديروا خماره حتى هي مزيانه. صافي هنايا كنبقاوها على الطريقه حتى تنكملوا الطيات ديالنا وكنساليوها. من بعد غادي نبقاو نقطعوا كيف ما بغينا الملاوي يكونوا، واش يكونوا في الحجم صغير بغيناهم في حجم كبير. يعني انا هادو درتهم على 4، عطاوني تقريبا الحجم متوسط، ملويات متوسطين. دايره الكبار ودايره متوسطين ودايره حتى الصغيورين. ما عرفتش واش غادي يبانوا عندي في الفيديو شي لقطه مع الصغيورين. دابا واخا كتوجديهم الوليدات الصغار عند بالهم ديالهم، هما راه بالعكس هما راه تيكونوا داك ملويات بريستيج. كتحطيهم هكا في شي عقيقه في شي فطور، سيرتو فطور ديال عيد الفطر كيجيو رائعين صغيورين. هنا الصراحه غادي نبقى نخدم بهذه الطريقه وغادي نخليهم في واحد البلاستيك غذائي يطلقوا تقريبا. عاوتاني خليتهم يطلقوا فاش ساليت كلشي دخلت المطبخ ديالي واحد كملت التحضير ديال الفطور. هنا صافي غادي نبقى بهذه الطريقه. بغيتو يجيو غير صغارين راه غادي تنقصوا. بحال دابا انا الطرف اللي كندير يمكن ديروا من هادو جوج. يعني هذيك الساعات الاختيار تيبقى لكم دائما. تنقولها في الفيديو ديالي يعني الزواق او الديكور او يعني هكا في شي حاجه كتبقى لكم. انا كنوريكم نشارك معكم غير الوصفه بانها ناجحه. طريقه العجن كيفاش نخليوها ترتاح، كل ما خليناها ترتاح كل ما مزيان لهاد العجين كتزيد تطلق. كما قلت لكم هاد الجو بارد الصراحه ما كيعاوننيش بزاف ديال هكا في العجين. عندي الدار بارده راه ما كان انواع العجين كنصايب بعض المرات تنبغي نشاركهم معكم مع البرد. هكا البرد ما كنحاول صافي ما كتصدقش لي انني نشاركها معكم. هادي يعني واخا هكاك بهذاك البلاستيك الغذائي راه الصراحه عاونني بزاف. كنت خديته غير ب5 دراهم من مولين 5 دراهم. هما وهذاك ليغون اللي دايره باكيه فيها 100 حبه ولا 50 حبه ما بقيتش عقلت، ب5 دراهم. يعني مولين 5 دراهم. عندهم هاد المنتوجات رائعه كنلقاوهم في بلايص اخرين بالثمن يعني زايد بزاف. في بلاصه 5 دراهم كتلقاوهم. يعني هاد سيرتو هاد البلاستيك هكا اللي كيعاون في النظام ديال البيت. بحال دابا هذاك اللي دايره فوق الطبله تقدروا ديروه الا جاو عندكم ضياف ولا بلا ضيف. انا دابا كنديرو حاليا ايام ديال رمضان كنفطروا كنهزوا داك الشيء كنرميه بلا ما كنمسح الطبله. ديما كتبقى لي الطبله نقيه. كذلك هذاك ليغون يعني تبغي تنقي الحوت
تبغي تقطعي البصله ما تخليش يدك فيها الريحه، يعني كيعاون في هكا في المطبخ. صافي هنايا كنطلقوا هذاك المسمنه مزيانه اولا داك الملاوي اولا العجين، غادي نطلقوها مزيان وغادي ندهنوها بهذاك الخليط اللي قلت لكم ضروري يكون فيه المايزينا والزبده والزيت والفينو، وزيدوا ليه خماره. انا هاد الخليط ما درتش فيه الخماره حيت هذاك الفيديو الاول راه دايره فيه خماره، ولا درت فيه خماره كيجيو بحال شكل د البطبوط، كيجيو رطبين. انا الدار وليداتي وداكشي تيبغيهم مقرمشين، يعني حيدت الخماره. هنايا ندهنوهم مزيان بهذا الخليط، حيت ما تنساوش ان الملاوي كيبغيو الزبده وكيبغيو هذاك السميده باش وحتى هذاك المايزينا باش كيتورقوا، باش كيجيو يعني مرقين وهشاشين، وحتى لا سخناهم لا غد ليه كيرجعوك بحال يلا طيبناهم. انا الصراحه عندي واحد المقله عمليه كتعاونني كتطلع ليا مسمن رائع، راه شفتوها في اول فيديو. هذيك الصراحه كنكون دابا راه كنخدم غادي نسالي نفطر نجمع طبلتي نوجد ليا كويز القهوه ولا كويز اتاي، وغادي نجلس في الطبله وانا كنطيب وانا كناكل. صراحه داك المقيله العجيبه ما تخطى حتى دار، لان فعلا كطيب سير بلاص واحد الوقت واجيز وما تبقاش واقفه انت جالسه. انا كندير بها البغرير، كنكون جالسه هكا كنوجد اتاي وكنوجد كلشي، كيوجد ليا البغرير كيخمر وهذا تنبقى نطيب وناكل انا في بلاصتي. ما ديرهاش للشواء، هذاك البلاك اللي وريتكم في اول فيديو اللي كنطيب به دابا المسمن. مخليه خصيصا الملاوي، الرغايف، البطبوط، البانكيك، البغرير، الكريب، الورقه البسطيله. ولكن ورقه البسطيله الصراحه ما مجرباهاش. هنا صافي الانسان تيعيا هنايا تيعيا الانسان تيبغيها فوقاش يسالي. المهم ان في الاخير كنحاولوا ما امكن نوجدوا واحد الشهيوه تكون زوينه مقاده، واخا تخسر لينا كنقادوها ونتولوها وكنحطوها. يعني دائما كنقولها ونعاودها، المراه المغربيه ما شاء الله حادقه متوله. الله يحسن عوانا مسكينه، دائما الكوزينه الطياب هذاك الروتين الصراحه شويه صعيب. كذلك المراه العامله وفي نفس الوقت اللي كتدخل المطبخ. دائما انا دائما كنكبر بالمراه المغربيه ما شاء الله، يعني لا في الدار لا في العمل لا في اي حاجه هكاك، باش كنحاولوا اننا نشاركوا معكم وصفات اقتصاديه سهله مهله كذلك خفه زربا. كما شفتوا العجين يعني في الاخر عييت. كما كتعرفوا رمضان بلاد صايم كيعيا، يعني تيدخل راسو الكوزينه يوجد منه كل شيء. واخا لا وقعت شي حاجه بحال هكا راه حنا كنحاولوا ما امكن ما نتقلقوش ونخلقوا السعاده. يعني مهما كان راه كنحاولوا ما امكن نخرجوا راسنا. كما شفتوا هذاك اللقطه ديال الملويه واخا جات يعني ما مقاداش، ولكن في الاخر قاديتها وجات عاديه، جاتك بحال الملويات الاخرين. يعني هنايا ما كما كنقول لكم كنعياو كل شيء، ولكن في الاخير راه تنبقاو يعني تنردوها ضحك. الحمد لله. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. اللهم جعلنا مع الاسره ديالنا لا فاقدين لا مفقودين، لا لينا لا لكم جميعا. وهذا رمضان ان شاء الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه، كما كنقول دائما لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. انا صافي بديت كنكمل حتى ساليت المليويات ديالي. تبارك الله الصراحه هاد العمليه سريعه سهله، حتى المره لا بغيتي غدا مثلا كاع تبغي ديريهم كتفكري بان الطريقه سهله. يعني ماشي شي حاجه سيرتو المراه اللي عندها في الدار العجانه، يعني في العجانه صافي كاع كتعجن تسد عليها تخليها تخمر شويه. يعني كما قلت لكم الطريقه كيفاش باش كل ما كانت قاصحه كل ما نخليوها ترتاح واحد ساعتين وكثر. صافي عاوتاني من نقرصوها ونقادوها عاوتاني نخليوها ترتاح شويه. صافي ديك الساعات غادي نطلقوها، غادي ندهنوها بهذاك الخليط ديال الفينو وديال المايزينا والزيت والزبده.
نبقاو نقطعوا بالمرصويات كيف ما بغينا، غادي يعطيونا على شكل هكا. في الاخير غنخليهم يرتاحوا. انا دخلت الكوزينه، قضيت بزاف د المسائل، صافي ساليت العجين ديالي. يعني بقيت كنقاد شحال من حاجه في الكوزينه. من طليت عليهم لقيتهم تقريبا واحد نص ساعه وجدوا صافي. يعني هذيك الساعات واخا وجدوا كل ما بقاو يعني في هكا في مغطين ولا هذا. ودا المغرب فطرنا، صلينا الله يقبل، الله يتقبل منا الصيام والصلاه. صافي من فطرنا يعني صافي غادي ضروري غادي نبغيو كويس قهوه ولا كويس اتاي. هذيك الساعه جمعت الطبله، حطيت البلاك ديالي، حطيت الملاوي حدايا اللي غادي نوجد. هنا شوفوا ما شاء الله راه تقريبا كيجيو كيتنفخوا. يعني ملي كنحطهم هنايا، راه شفتوا في الفيديو الاول ديالي هذيك راه دايره فيه الخماره، هادو ما دايرهش فيه الخماره، دايره فيه المايزينا. عرفتي راه تيجيو منفوخين هكا. يعني كنبغي هكا نهزهم بحال كنهز يعني مورقين. دابا هذه حيت سخونه ما قدرتش نقطعها، من كنقيسهم هكا تيطلعوا ديك الورقه كتطلع معايا يعني بحال اللي كتقطع. هنا كما كتشوفوا في هذه المقيله هذه ديال البلاك ديال الضو الصراحه دغيا كيوجدوا. هنايا كما قلت لكم وجده كويس اتاي ولا القهوه ديالي، يعني اللي بغيتي توجديه. الصراحه انا هنايا كنرافقوا بالزبده ودبس التمر اللي ما كيخطانيش في المائده ديالي نظرا للعسل، حيت ما كنقول لكمش ان العسل راه 100% حر ولا ماشي 100% حر، حيت كنشريوه يعني مثلا من المتاجر ما كنعرفوش واخا تيكون هذا. ولكن انا واخا تناخذ هذاك دبس التمر كنضمنوا بانه التمر حقيقي وصحي في نفس الوقت. هنا راه باقين في المقله كما قلت لكم، ولادي تيبغيوهم مقرمشين ما تيبغيوهمش هكا مبطبطين كما شفتوا معايا في الفيديو. اول لقطه في الفيديو هذوك جاو شويه مبطبطين. كنت دايره فيهم مرقاهم بالخماره مع الفينو والزبده والزيت. هنا تبارك الله راه كنحلهم كيطاوعوني في الحلان. الصراحه كيجيو رائعين. ولداد هنا غادي نرافقهم كما غادي تشوفوا بالزبده بالدبس التمر واحد الكويز د القهوه. يا سلام رائع. هنا راه كما كنقول لكم دائما راه ملي كتحطي الحاجه بحال هكا الوليدات الصغار. انا في المقله كنطيب وماما بغيت هذا يعني تبارك الله الدراري تيكونوا معايا يعني كيوجدوا معايا اولا هذا تيتشهاو هكا الحاجه اللي كتكون سبحان الله ديال الدار. هنا صافي، هنا راه صافي ساليت تقريبا. بقيت كنوع، درت هذاك المربع شو كيمنفوخ، درت المربع، درت الصغيورين، درت المتوسطين. كما قلت لكم فاش كيكونوا معاك وليداتك الصغار فراه حتى هما تيبغيو يعاونوك، زعما راه هما راه داروا معاك تيديروا داك الصغيورين حتى هذا مهم. هنايا راه دايره اللي قات في يديا، بقيت كندير بالزبده هكا يعني بيديا. صافي هنا غادي ضروري هاد الدبس ما تيخطانيش الصراحه رائع. خديته من بيم، راه عندي واحد الفيديو مشاركه معكم صايبه به اعملوا ديال اللوز والزيت البلديه. الصراحه اللي رافقتيه مع هاد الملاوي راه كيجي رائع، يا جبينه يا اي حاجه. وبصحه وراحه ان شاء الله. فيديو اخر ان شاء الله. دمتم سالمين، الى اللقاء. فيديو اخر شهوه سهله مهله خفه نزربن.